التحكيمي؟ لا شوف، الحكم جزء من البطولة، الحكم جزء من اللعبة. خطأ الحكم بشر، كلنا بشر، كلنا خطاؤون، ما فينا أحد نبي ولا رسول، كلنا نخطئ طبيعي. الحكم هو جزء من البطولة وخطأ جزء من البطولة. يعني أنا بعطيك مثل، كلنا اليوم أنا متأكد كل المشاهدين ما يتذكرون كيف تأهلت الفرق كأس العالم الأخير، لكن كلنا نتذكر هدف هنري بيدا اللي أهل فرنسا كأس العالم، عبارة عن خطأ حكم. كلنا ما تتذكرون كأس العالم 86، لكن نتذكر جول مارادونا في ايده على انجلترا. فخطأ الحكم هو جزء من اللعبة، هو من مميزات اللعبة. كلنا انظلمنا في التحكيم. الحكم اللي تم معاقبته من الاتحاد الاسيوي بمباراة الهلال هو اللي طلعنا من كأس العالم امام كوريا في كوريا. فبالتالي ما اشتكينا، لان ندري هو جزء من اللعبه، ندري هذه ميزه اللعبه كذي. اليوم احنا حكامنا خليجيين، اتقبل خطا حكم خليجي، لكن لا اتقبل تجيب لي حكم اجنبي ويخطئ اخطاء فادحه. بما انها بطوله خليجيه بالتاكيد، طيب اذا متحدث عن المباراه المقبله بالنسبه للمنتخب الكويتي، بالتاكيد هي مباراه في غايه الاهميه. من الطبيعي هي مباراة مهمة، هي عنق الزجاجة. متى ما تأهلت انت طلعت، انت استمريت، او انك ترجع 21 شهر، انت امام مفترق طرق، يا اما تحجز طيارتك 21 يا اما تحجزها 27. اسال الله ان شاء الله تكون طيارتها 27. جميل. اخيرا الشيخ، فيما يتعلق بتجهيز اللاعب فهد العنزي، ارجع واقول يا جماعة، يعني احنا يعني ما الوم الحقيقه قنوات الخليجيه انها تفتح هذا الموضوع مره ومرتين وثلاثه. يعني من مصلحتها ان اللاعب او اللاعبين ينشغلون بامور اخرى، خاصه المنتخب الكويتي لانه منتخب يعني يخوف. فبالتالي مهم جدا ان ما يكونون مسيطرين في الملعب. لكن ارجع واقول فهد العنزي يعود من الحزمه، فهد العنزي من عائله كره القدم، فهد العنزي منتخب الكويت، ما يحتاج ورقه عشان نقول له هو كويتي. فهد العنزي هو واخوانه وكل من قدم تضحيات باسم الكويت، شهداء وغيرهم، ما يحتاجون ورقه، انهم هم عايشين في ارض الكويت وعايشين بيننا، اخوان لنا. فهد العنزي واحد من عيالي، فاللي يبي يكلم فهد يجيني اول. الناجح لا يتاثر بشيء. اشكرك الشيخ.